سلايس اوف لايف رانك 16. شركات الاتش ار اوت سورسنج في مصر دي اكتر منظومه فاشله ممكن تشوفها في حياتك. بالبلدي قبل ما اشرح لك ليه بقول كده، عشان لو انت واحد عايز تقفل الفيديو بعد 15 ثانيه، هم شغالين مقاولين انفار. حرفيا اللي بيعملوه هم شغالين مقاولين انفار. من اول، تعالى ناخدها بقى من اول الطريقه اللي مش بروفيشنال. ان انت تلاقي حد دخلك على الواتساب يقول لك ابعت لي فويس نوت، انتروديوس يور سيلف، ابعت لي السي في بتاعك هنا، وتبقى انت مش عارف ده ايه وانت ليه بتكلمني على الواتساب وليه حامل فون سكريننج عن طريق فويس نوت. دي اول حاجه. تاني حاجه الستيب اللي بعدها هيجي لك مكالمه، هو حد سال نفس الاسئله بس في مكالمه، هو ستيل ما كلمكش لا في جوب ديسكريبشن ولا في تايتل، ولو انت سالته هيقول لك ده هتعرفه في الستبس اللي بعدها. فهو اول تو ستيبس هي حرفيا فعلا مقاولين الانفار، اللي هو ايه، ما انت تروح تقول لواحد هات لي رجاله جديده عايزه هد حيطه، فهو جاب الرجاله اللي معاهم العده بتاعتهم، هو مش عارف عنوان البيت ايه ومش عارف هيهدوا كام حيطه، بس هو معاه الشاكوش. فهو اول حاجه جاب الرجاله، جاب العدد اللي انت كنت عايزه. طيب الستيب اللي بعدها تكتشف ان هم اساسا مش فاهمين الجوب تايتل، مش فاهمين الريكوايرمنتس، ودي حاجه بتحصل كتير قوي بالذات في شغلانه السوشيال ميديا عشان التايتلز بتاعتها سايحه على بعض. فيفضل ماشي معاك مثلا ان هو عايز يجيب كونتنت كريتور، توصل انت بقى للفاينل انترفيو اللي هو الكلاينت اللي جايب شركه الاوت سورسنج دي، تكتشف ايه بقى؟ لا اصل احنا عايزين كونتنت كريتور بس يبقى كمان بيعمل ميديا باين كامبين. لا اصل احنا عايزين كونتنت كريتور بس يبقى بيعمل جرافيك ديزاين. لا اصل احنا عايزين كونتنت كريتور بس كمان هيعمل كوميونتي مانجمنت، هيرد على المسج والكومنت. ثرو اوت الستبس بقى اللي وقتك ضاع فيها دي، حد وضح لك ده؟ لا. ليه؟ عشان هي، نرجع لنفس النقطة تاني، هم مقاولين انفار، هو عايز يجيب عدد وعايز في الاخر يقول للكلاينت انا جبت لك 300 واحد يعملوا انترفيو على الفيكنسي دي، انا عايز فلوسي. في وسط الخناقة دي بقى الكانديديت هو اللي بيضيع، في وسط خناقة ان الكلاينت يقول له ما انت جبت لي ناس مش كواليفايد، فهو ما قايل له لا ما انا الناس الانجليش بتاعها حلو وعندهم خبره اهو سوشيال ميديا اكسبيرينس، فهو يقول له لا اصل هم ما لهمش علاقه بالجرافيك ديزاين، يقول له لا ما الكونتنت كريتور مش المفروض يعمل جرافيك ديزاين. هي الخناقه دي بيعملوها بعدها بعد ما تكون انت ضغط في النص. ف بجد دي افشل حاجه، افشل حاجه انا شفتها في حياتي في شركات الاتش ار اوت سورسنج دي. وبيبقى مين للناس اللي شغالين فيها، يعني انا اسف والله مش عايز حد يزعل، مش هقول لك بينقوهم بيزد على الانجليش حلو، لا هم بيزعموا الانجليش حلو وبيبقى الانجليش بتاعهم وحش جدا جدا. وكتير بشوفهم بيكلموا ناس، وكتير كانوا بيكلموني انا شخصيا. فيا جماعه والله العظيم الاتش ار مش كده، مش اللي هو حد هيخش على لينكدين يحط بوست يلم ناس ودهنه اسود ويدخله على عبيد.